السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. هنعمل مع بعض النهارده صنف حادق من النواعم. هنعمل بيتي فور الحادق، صنف جميل جدا ودايب ولذيذ بجد. انصحكم تجربوا الوصفه دي. انا عملتها السنه اللي فاتت وكل اللي دها ما شاء الله اثنى عليها وشكر فيها وعجبته جدا. فانا انصحكم تعملوها ان شاء الله السنه دي، وانصحكم تزودوا الكميه لان هو اول صنف هيخلص من نواعم العيد. هنعمل بيتي فور الحادق، صنف لذيذ جدا هيعجبكم قوي قوي ان شاء الله. يلا بينا نبدا ونعمله مع بعض. بس قبل ما نبدا، اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسونيش في اللايك. زي ما اتفقنا اللايك لا بيأذي ولا بيضر ولا عليه تكاليف. يلا بينا نبدا. عندي هنا 300 جرام من الزبده الطريه درجه حراره المطبخ، عليها من نص كوبايه لكوبايه الا ربع من الزيت، وعليها علبه زبادي، وعليها معلقه ملح صغيره مليانه، وزيها معلقه سكر، وربع معلقه من البيكنج باودر. تمام. وعندي هنا بيضتين، هاخد البياض بتاعهم الصفار بتاعهم سوري. تمام. هفصل البياض عن الصفار وهحط الصفار على العجينه، والبياض هنخليه على جنب، هنشتغل بيه برضو في اخر الوصفه. تمام. هنحط شويه خل كده عشان زفاره البيض. هنقلب الخليط ده. ممكن نستخدم سمنه بدل الزبده، بس تكون مجمده شويه. عندي هنا حوالي 700 جرام من الدقيق. انا ما استخدمتش 700 كلهم، استخدمت تقريبا 650 جرام من الدقيق، يعني حوالي من 700 ل 650 جرام من الدقيق حسب نوع الدقيق اللي نستخدمه. حطيت كل المكونات على بعضها، سهله جدا الوصفه دي. عجنتهم كده كده بايدي، مش محتاجين لا مضرب ولا عجان ولا اي حاجه. مجرد ان العجينه تلم اوقف ضرب او اوقف عجن. العجينه لو لقيتها ناشفه ممكن احط لها شويه زبادي، لو لقيتها طريه قوي ممكن احط لها شويه دقيق. تمام. العجينه كده سهله جدا، ما خدتش وقت زي ما قلت لكم، وجاهزه للتشكيل. هنا جبت الصاج بتاعي، ابتدي بقى اشكلها على البورد. خدت قطعه كده من العجين وورمتها زي ما انتم شايفين، مش عايزينها سميكه قوي. وقفلت الدايره، عملتها زي الاسوره كده بالظبط، واحط في الصينيه. نكرر العمليه بنفس الشكل ده. عايزين تعملوا الكميه كلها بالشكل ده اللي يعجبكم. انا السنه اللي فاتت عملت الكميه كلها على شكل اساور، لكن في كذا شكل كده هوريهولكم حلو قوي. هو نفس العجينه، جبت حته وبرمتها برضو قطعه من العجينه، وابتديت بقى الف الاطراف على بعضها. عارفين شايفين انا مش عارفه الشكل. وجيت من النص كده عملت لها زي بوز كده، او حته طالعه من الجنب زي شكل القلب بالظبط. ده نوع تاني، شكل الحلزونه. لفيت الاسطوانه بتاعت العجينه على بعضها، وسبت طرفه كده مدبب من بره، ما قفلتوش على العجينه. ده صنف تالت برضو، بدل ما بلفهم على بعض ويقابلوا بعض، لا هنلف الطرفين عكس بعض. ادي شكل تالت. هعمل لكم شكل رابع برضو، سهله جدا على فكره، مش معقده خالص. ده نفس الشكل اللي انا عملته. ابتدي بقى اشكل كل الكميات حسب ما انتوا عايزين، نفس الاربع الاشكال اللي انا عملتهم دول، او الشكل الاسود. شكل القلب ده حلو قوي. ونخلي بالنا من العجينه ما تبقاش سميكه، او الاسطوانه اللي احنا بنعملها دي ما تبقاش سميكه. هو كده كده مش هيخمر لان احنا حاطين نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وطبعا هو ما فيهوش خميره، هو معتمد على الزبده. شايفين اللفه عكس بعض لحد ما نخلص كل قطعه العجين اللي احنا فردناها. انا حبيت ازود كده ان انا اوريكم كذا شكل عشان تعرفوا ان هو سهل جدا. ما خدش مني وقت خالص تشكيل الصاج او العجينه. بعد ما خلصت الصاج كله كده، ابتدي بقى البياض اللي احنا فصلناه عن البيض، ابتدي اهن وش الوحدات بتاعه البيتي فور بالبياض كده، اللي هي الماده اللاصقه اللي هنرش عليها السمسم وتلزق فيه. ممكن نرش سمسم وممكن نرش حبه البركه او خليط ما بينهم. الوحدات الصغيره ابتديت ارش عليها كده، لكن الاساور دي عشان ما اهدرش السمسم بقيت اخدها واغطسها في السمسم زي ما انتم شايفين. ولعت الفرن على درجه حراره 180. هو انا غلطت ان انا شغلت الشوايه، هو المفروض ما تشغلوش الشوايه، بس انا غلطت الصراحه ونسيت. فهو لسعته بسيط، لكن هي ما شاء الله طلع مستوي وطلع دايب، ما خدش مني وقت تماما. يعني
انصحكم تعملوا كميه كبيره زي ما قلت لكم، لان عقبال ما تخزنوه او تشيلوه هتلاقي نصه ايه اتنسف. دول الاربع اشكال اللي احنا عملناهم او الخمس اشكال. جربوا الوصفه دي وان شاء الله تعجبكم، واذا عجبتكم باذن الله ما تنسونيش في اللايك، واللي ما اشتركش في قناتي يا ريت ينورني واشترك في القناه. واشوفكم فيديو جديد. باي باي.